النهارده عملت بيتي فور العين. شكله خطير يا جماعه وطعمه تحفه، احلى من بتاع المحلات. هقول لكم على الاسرار ازاي تطلعوه هش وبطريقه بسيطه. اول حاجه معانا 2 بيضه كامله و2 صفار بيض ومعلقه كبيره فانيليا وربع معلقه ملح، ومعايا 800 جرام زبده طريه بدرجه حراره الغرفه ولازم يكون نوعها كويس يا جماعه، و2 كوبايه سكر بودر ولازم بودر، كيلو دقيق اللي هم حوالي 7.5 كوبايه دقيق. اوكي، هنبدا دلوقتي. هنجيب عجان، لو مفيش عجان متوفر ممكن مضرب كهرباء. لو مفيش مضرب كهربا هيبقى صعب يا جماعة ان انتوا تضبطوا القوام بتاع الزبدة. وهنقعد نضرب في الزبدة، هننزلها لحد ما يبقى قوامها كريمي. هنبدأ نزود عليها السكر البودر بتاعنا بالتدريج، وهنضربه على سرعة عالية دلوقتي لحد ما تاخد قوام كريمي خالص كأنها كريم شانتيه، ولونها يغير معانا بقى لونها أبيض اهو. هنبدأ ننزل عليها بالبيض بتاعنا واحدة واحدة لحد ما اللون يختفي بتاع البيضة، وبعدين ننزل باللي بعدها. وهحط عليهم معلقة فانيليا كبيرة هنا جاهز عندي. وما تنسوش طول ما انتوا بتضربوا كل شويه تنزلوا من الاطراف كده وتضربوا كويس. في المرحله دي هنبدا نزود الدقيق ونقلب تقليبه كده خفيفه لحد بس ما لون الدقيق يختفي عندنا. كده العجينه عندنا جاهزه، شوفوا عامله ازاي طريه كده وهشه وجميله وناعمه معاكي. هقسمها 2، هاخد نص هسيبها بيضه زي ما هي، والنص التاني هعمله بالشوكولاته. هحط عليه تلت كوبايه كاكاو، عليها ربع كوبايه زبده، وهنفتح الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180. لازم البيتي فور يدخل على فرن سخن. هنبدأ نشكل. أنا هستخدم هنا المكنة، ممكن انتوا تستخدموا القمع عادي اللي هو الكيس الحلواني وتحطوا الرسمة اللي انتوا بتستخدموها اللي بتريحكم. سهل جدا يا جماعة. اهو انا عملت شكل الوردة ده، وعملت شكل القلب كمان الشوكليت. خطير يا جماعة، والعجينة مظبوطة جدا وسهل معايا اهو، وطعمه طبعا تحفة. ده بعد ما خلصته هبدأ اعمله بقى ديكوريشن. لزقته بالشوكولاتة، ممكن تلزقوه بمربى، اي حاجة انتوا بتفضلوها عندكم. وحاولوا وانتوا بتنقوا الحاجة كده تكون الحجم بتاع البسكوتة قد بعض بشكله حلو، ومش بنحط حشوة كتير يعني انا بحط مسحة شوكليت جوه. زوقته هنا بقى بالنوتس، عندك اي نوع مكسرات، سبرينكلز ملونة، شوكليت، اي حاجة عندك متاحة تزوقي بيها. ودي مشاركة الكتاكيت الصغيرين في تزيين البيتي فور طبعا، فرحانين بالشوكليت والسبرينكلز. وما تنسوش يا جماعة لما نطلع الصينية من الفرن نشيل بيتي فور ونسيب الصينية تبرد خالص قبل ما نبدأ نحط فيها بيتي فور جديد. وجربوه وبالهنا والشفا.